يا ترى هو الدهب بينزل ولا الدهب بيطلع؟ ناس كتير بتسألني وانا جاي ارد عليكم في الفيديو ده. يلا نشوف. أسعار الذهب في مصر الفترة دي بتنزل وبتنزل شوية حلوين. بعد ما كان عيار 21 وصل ل 4800 بدأ ينزل ووصل دلوقتي ل 4600، ويمكن هو كسر كمان ونزل ل 4550 بس رد تاني على طول. والأسعار دي بتخلي كل الناس تسألنا هو الذهب رايح على فين؟ لأن في ناس كتير خافت وبدأت تبيع الذهب اللي معاها وقالت بس كده الذهب رخص ومش هيطلع تاني، وفي ناس تانية بتقول ان الذهب كده كده هيعلى وده احسن وقت للشراء. انا مع وجهة النظر التانية، ده نزول تصحيحي. بعد ما كانت العركة اللي دايرة دي خلصت طبيعي جدا ان الذهب يبدأ ينزل شوية، على الرغم انه ما زادش طول مدة العركة ما هي دايرة. وده كان سؤال غريب جدا كل الناس بتطرحه، بس لما تيجي تعرف ان بنوك كبيرة جدا هي نفسها منقسمة اللي بيحددوا وبيتوقعوا اسعار الذهب العالمية لمدة سنين قدام. ناس منهم بتقول ان الذهب هينزل والبورصة العالمية هتوصل لل 3000 دولار، وده خلى خبراء كتير ما يصدقوش التقارير بتاعتهم ويقولوا ان هم طلعوا التقارير دي عشان يخلوا المستهلك النهائي، الناس اللي سايبة الذهب في البيت، تبيع الذهب اللي عندها، عشان وقت ما البنوك المركزية العالمية تبدأ تشتري الذهب السعر ما يزيدش جامد. بس كل التوقعات العالمية بتقول ان بورصة الذهب العالمية هتكسر ال 4000 دولار، وده قريب مش بعيد، خاصة لما تعرف ان الرئيس الامريكي بيضغط على الفيدرالي وبشدة انه ينزل الفايدة، واكيد الفايدة بتاعت الدولار تنزل الذهب على طول يقوم زايد. فملخص اللي احنا بنقوله الذهب هيزيد وهيزيد جامد جدا، ودي فرصة شراء كبيرة. 3600 و 3700 ارقام بعد شوية هنقول دي كانت زمان. فلو معاك قرشين وعايز تحوشهم خليهم ذهب. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.